Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. هنبتدي إن شاء الله 9 شهر. بنرحب بيكم، أو يعني 9 بتوقيتي أنا، كان عندكم أنتوا بتوقيتكم توقيت مصر يعني 10. الأول كده طبعا سامعيني شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا سامعين دكتور. حضرتك. تمام يا دكتور. طبعا النهاردة أول محاضرة من محاضرات الألماني. نحن هنشرح من كتاب شبيكتخم. طبعا بنقول لكم بس من البداية إن المحاضرات دي متسجلة. تمام؟ الألماني لغة غلسة جدا، سهلة جدا، زيها بالظبط زي أي لغة في الحياة أنت بتتعلمها لأول مرة. صدقني أسهل لغات العالم على الإطلاق اللي هي مثلا الإيطالي صعبة جدا لأي حد بيتعلمها للمرة الأولى، مهما كان مثلا لينا خبرة أنا ليا مثلا كطبيب ليا خبرة مع اللاتيني، ليا خبرة مع الفرنساوي في الأيام المدرسة، ليا خبرة مع الإنجليزي طول عمري. مهما كان برضو الإيطالي هيبقى صعب جدا عليا. أوكي؟ في البداية عايز أديكم بداية تعريفية كده للألماني، سواء كان اللي منكم عارف الكلام ده أو مش عارفه، بس استحملوني شوية عشان إحنا داخلين على موضوع تقريبا موضوع كبير. الألماني مش لغة مستحيلة، هي لغة فيها حاجة كده زي كأنها هندسة، عاملة زي مكعبات الليجو. لو فهمت القاعدة هتركب الجملة صح من أول مرة. العرب هم في نظري أقدر الناس على تعلم الألمانية، وعندي معتقد إنه وكأنه اللي عمل القواعد الألماني عملها وكأنه كان بيغش من العربي. النطق في الألماني اللي بتكتبه بتنطقه تقريبا، نادرا لو في شذوذ للقاعدة ديت. اللي هتشوفه بعينك هتنطقه بلسانك. الحروف هي نفس الحروف في الإنجليزي مع اختلافات بسيطة ممتعة. عندنا صوت مثلا زي الخاء والشين محدش عارف ينطقه زي العرب. عندنا كمان ترتيب الجملة. الفعل في الألماني هو الملك. الجملة في الألماني جملة مرنة جدا وبتتحرك براحتها، بس فيه شرط واحد مقدس في الجملة الخبرية اللي بتديني معنى مستقل بذاته، إن الفعل لازم يجي في المرتبة الثانية، وهنعرف الكلام ده بعدين. والألماني بيمتاز بالمرونة والرشاقة زي العربي بالظبط، وعلى فكرة العربي أكثر مرونة، وهنعرف الكلام ده برضو بعدين. الإعراب في الألماني عندهم حالات إعرابية، وعلشان كده إحنا كعرب اللي متميز في النحو سهل جدا إنه يفهم الجراماتيك الألماني. عندهم حالة رفع زي الحالة اللي عندنا بالظبط، ممكن ما تكونش متشابهة في نفس الأفعال اللي بتعملها، لكن عندهم حالة رفع زينا. عندهم حالة نصب تشابه حالة المفعول به عندنا تقريبا، مشابهة تبلغ درجة التطابق. عندهم حالة كمان تعتبر وكأنها حالة جر، بيسموها بعض الناس حالة جر، هنعرف بعدين مسماها بالألماني عامل إزاي. وعندهم حالة رابعة اسمها حالة إضافة، أو نوع من أنواع التعبير عن الإضافة، بتطابق تماما الإضافة اللي في العربي، عكس الإضافة اللي في الإنجليزي، وهنفهم الكلام ده بعدين. الفارق الوحيد ما بيننا وما بينهم إنه إحنا عندنا حاجة اسمها المكان الإعرابي. المكان في اللغة العربية
في حالة إعراب كلمة بحركة، ومعلش اعذروني أنا متحيز شوية للعربي غصب عني، بس فعلا لازم نربط في البداية ما بينهم، ولغاية مرحلة طويلة لازم ندرس الألماني بربط ما بينه وما بين العربي. الفارق ما بين النحو العربي والنحو الألواني أو الأجرومية العربية والجراماتيك الألماني، إنه الكلمة عندنا في العربي محل إعرابها في الآخر، سواء كانت معربة بالحروف أو بالحركات. عندهم هم المحل الإعرابي هتظهر علامة الإعراب على أداة بتسبق الكلمة حسب جنسها، وهنعرف بعدين موضوع الجنس ده إن هو مفتاح الألماني، إن أنت تعرف إنه عندهم أجناس للكلمات. يعني عندنا في العربي شمس مذكرة، شمس مؤنثة، وقمر مثلا مذكر. الألماني عنده كده برضو، بس مش لازم يكون الكلمة العربي عندي مذكرة فعنده هو مذكرة، ومش برضو مش لازم يكون الكلمة عندي مؤنثة يكون عنده مؤنثة. وفي نهايات معينة بتميز عفوا في نهايات معينة بتميز نهاية الكلمة، بتعرف منها على الأغلب الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة. بس المشكلة إن عندهم بتظهر جنس ثالث اسمه جنس محايد. على فكرة العربي فيه مذكر مؤنث، والفرنساوي فيه مذكر مؤنث. عندهم هم في الألماني جنس غريب شوية اسمه جنس محايد. ده الغير العاقل اللي في الإنجليزي. غير العاقل اللي في الإنجليزي حاجة، والجنس المحايد جنس الكلمة المحايد هندرسه بعدين ما تقلقوش. عندنا حاجة اسمها مذكر ومؤنث ومحايد في الايه في الألماني. حلو الكلام. عندنا تشابه كمان ما بين كلمات كتيرة جدا احنا بندرسها في العربي او بننطقها عربي، وهي اصلا جايه من نطق الماني، زي كلمه كرافاتا. هي موجوده في الالماني بنطقها زي ما هو كده كرافاتا. عندنا مثلا كلمه سكر، عندنا كلمه كيمياء. عندنا كمان تشابه شديد في حاجات كتير في المستويات العاليه، في الكلمات اللي مستواها عالي تحديدا، والافعال اللي مستواها عالي تحديدا، ما بين الالماني والانجليزي، لسبب لازم تعرفه، ان الالماني هو اصل الانجليزي مش العكس. الالماني هو اصل الانجليزي مش العكس. يعني اللغه الانجليزيه هي اللغه اللي تطورت عن اللغه الالمانيه، هي اللغه المدلعه بتاعه الالماني. دي المقدمه اللي انا كنت عايز ابتدي بيها الكلام. نرجع تاني، الالماني لغه مش صعبه ابدا، هي غلسه شويتين بس زيها زي اي لغه في الحياه احنا بندرسها في البدايه. احنا العرب اقوى الناس على تعلم الالماني، واحنا العرب اقوى الناس على تعلم اي لغه، وهعرفكم الكلام ده ليه. كمان شويه هتعرفوا معايا احنا ليه كعرب عندنا ميزه كبيره جدا ان احنا نتعلم اي لغه. ما بيننا وما بينهم تشابهات في انه في حروف صوتيات معينه ما حدش يقدر ينطقها زينا. انا اقدر انطق صوت الخاء، ما حدش يقدر ينطقه زي العرب. عندهم كمان حالات إعرابية، إحنا عندنا حالات إعرابية كمان. الأعداد، نسيت أقول لكم الأعداد، في تطابق شديد في فكرة نطق الأعداد وترتيب الأعداد من 20 أو من 21 فما فوق. فكرة الأعداد وطريقة نطقها وطريقة ترتيب الرقم بيجي إزاي متطابق مع العربي. عندنا حالات إعرابية فيها حاجات كتيرة جدا جدا متشابهة مع العربي. بس الفرق ما بين الإعراب الألماني والإعراب العربي إنه الإعراب في الألماني بيظهر على الكلمة اللي على أداة قبل الكلمة، قبل الاسم اللي إحنا بنعربه. تمام. هندخل دلوقتي حالا إن شاء الله الناس مشرفينا. هنعمل شير سكرين دلوقتي. ده الكتاب اللي هندرس منه النهارده يا شباب. هذا الكتاب اللي هندرس منه عامة اسمه شبيكتروم. اسمه ايه؟ سمعوني صوتكم، اسمه ايه؟ شباب سمعوني صوتكم في البداية، عايز اسمع صوتكم. سبيكتروم. شبيكتروم اسمه ايه؟ سبيكتروم. شبيكتروم، مش
سبيكترم ولا سبيكتروم ولا سبيكترم. في ناس على فكره بتنطقوا سبيكتروم. المهم ان انا عايزكم تعرفوا ان انا دلوقتي خدوا بالكم الحرف ده اللي انا عامل عليه نقطه حمراء ده، عندي في الالماني بينطق او. او سبيكتروم. او. حلو الكلام. يعني الكلمه دي هي في الانجليزي بالسي. طبعا السي عندنا اسمها تسي. الكلمه دي في الانجليزي هي بالسي بتتنطق سبيكترم. للي منكم عنده خلفيه عن الانجليزي، الكلمه دي في الانجليزي اسمها سبيكترم. ده هياخدنا لمعلومه كمان شويه هنيجي ندرسها لما ندرس حرف تسي بالالماني. ان انت مش هتلاقي حرف تسي ده لوحده في الالماني كتير، لوحده كده طاير في الهواء، عمرك ما هتلاقيه. هنعرف الكلام ده كمان شويه. أه... لاحظتوا حاجه كمان واحنا بننطق كلمه سبيكتروم؟ في بدايه الكلمه وانا بقولها قلت لكم في ناس بتنطقها سبيكتروم، بس لاحظتوا ان انا وانا بنطق سبيكتروم الاس بي، وهنعرف الكلام ده دلوقتي كمان شويه، اللي احنا النهارده هندرس الحروف ونطقها. الاس بي في الالماني بتتنطق شبا. تمام. شبا مش سبا. تمام. نادرا جدا لو لقيت اس بي بتتنطق سبا. تمام. سبيكتروم يعني ايه؟ سبيكترم بالانجليزي يعني ايه؟ يعني طيف. طيف يعني ايه؟ يعني حاجات كتير متجمعه مع بعض تبدو انها مختلفه لكنها كلها متناغمه مع بعضها، زي الوان الطيف. الوان مختلفه لكن كلهم مع بعض بيمثلوا طيف واحد. علشان كده الكتاب ده سموه، الناس اللي الفته سموه شبيختكم، علشان هم شايفين ان هم بيجمعوا حاجات كتير جدا جدا جدا، من هيرن استماع، من ليزن قراءه، من آه كل مهارات اللغه، وحاجات كتير جدا جدا وتدريبات متنوعه بتأدي بيها في الاخر انها تبقى ان هارموني، انها تبقى في تناغم، انها تديني نتيجه متناغمه ومتناسقه. كتاب سبيكتروم دويتش اينس، ده اللي احنا هنبتدي فيه دلوقتي. ده منظر الكتاب. دي الدروس بتاعته. كل درس منهم هندرس فيه حاجه. هندرس ازاي نقول اهلا وسهلا، صباح الخير. هندرس ازاي نتكلم، نعرف نفسنا. هندرس ازاي نتكلم عن شغلنا وعن اسرنا. نتكلم عن المدينه اللي احنا عايشين فيها، الحياه اليوميه، امبارح، زمن الماضي، واحنا بره، واحنا بنشتغل، واحنا في اجازه، واحنا في الشقه. تمام. الكتاب ده 12 لا تسلمها. محاضرة، أو المفروض يعني 12 درس. مش هنخلصهم طبعا في 12 محاضرة ولا حاجة، هناخد مننا وقت شوية. ده 12 درس. ماشي، تصبحوا على خير. نعم. دي المحاضرة بتاعت النهاردة. تمام. هالو und guten Tag. وهنا على جنب بيقول لي guten Morgen. الكلمة دي انتوا سمعتيها كتير قبل كده، guten Morgen، guten Tag. هندرس النهارده ايه؟ ايه التسيلة، lernen تسيلة، اهداف التعلم بتاع الدرس النهارده. jemanden begrüßen und verabschieden. ازاي نعرف، ازاي verabschieden يعني يودع، begrüßen يعني يحييه. ازيك، هالو، صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم.
jemanden يعني إنسان ما، شخص ما. هنتعرف النهاردة إزاي verabschieden يعني يودع، وbegrüßen يعني يحيي إنسان. هناخد مثلا عليهم كلمات زي هالو وتشيس. Wichtige Alltagswendungen verstehen. verstehen يعني يفهم. wichtige wichtig لغايه الجاي، لغايه الحرف قبل الاخير. الحرف قبل الاخير في الكلمه دي اسمه جاي، ما اسموش جي، ما اسموش جي. wichtige يعني مهم. wichtig يعني مهم، وwichtige اخده في اخر الكلمه كده حرف ايه، هنفهم بعدين ايه حكايته في تصريف الصفه. Alltagswendungen يعني تعبيرات بتاعت الحياة اليومية. التاجز نفهم تعبيرات مهمة بتاعت الحياة اليومية. Die eigene Person vorstellen. هنعرف، نقدم. أنا لما أقول لمحمد ده صاحبي أحمد يا محمد، أنا كده عملت لأحمد vorstellen، قدمت أحمد لمحمد. أنا بقى هنا النهارده هتعلم إن أنا أعمل vorstellen، sich vorstellen. Die eigene Person vorstellen، sich vorstellen يعني أنا أقدم نفسي. Die eigene Person، die eigene Person يعني الشخص نفسه الخاص. eigen يعني خاص، بتاعتي، حاجة مختصة بشخص. Fragen zu Personen stellen يعني شتلن هنا معنى الكلام، معنى كلمة شتلن هنا فراجن شتلن يعني يطرح سؤال. zu Personen أطرح سؤالا على شخص. Fragen zu Person stellen. طبعا wichtige Alltagsverwendungen اللي هي bitte ودانke هنعرفها. die eigene Person vorstellen اللي هي mein Name ist، أعرف نفسي أقول mein Name ist كذا. وعندنا Fragen zu Person stellen يعني أطرح أسئلة. Fragen يعني أسئلة، أطرح أسئلة على أشخاص. أقول له wie heißen Sie؟ حضرتك تدعى إيه؟ woher kommen Sie؟ حضرتك جاي منين؟ مش جاي منين يعني دي ترجمة حرفية أقصد، لكن هي جاي منين يعني من أي البلاد أنت؟ بلد منشأك، بلد اللي أنت اتولدت فيها. woher kommen Sie؟ andere Personen vorstellen. السطر اللي هو 1 2 3 4 5، السطر الخامس المكتوب بخط الكبير عند العلامة الحمراء أهو. andere Personen vorstellen. vorstellen برضو اللي كانت في السطر اللي قبله، اللي قبله ده. vorstellen يعني يعرف. هنتعرف برضو في المحاضرة دي، بس أكيد مش النهاردة يعني، مش ما أظنش إن عندنا وقت، ان احنا هنتعرف برضو في الدرس الاولاني في الكتاب ده ان احنا ازاي نعرف ناس اخرين. عفوا، يعني اقول ده فلان عنده كام سنه، جاي من المدينه الفلانيه. das ist Max kommt aus. ده ماكس وجاي من المدينه الفلانيه او جاي من البلد الفلانيه. هنتعلم كمان اهم حاجه في درس النهارده بوخشتابيرن. بوخشتابه يعني الأحرف بتاعت الهجاء A B C D إلى آخرها اللي لسه هنعرفهم. بوخشتابيرن يعني إن إحنا نتهجى كلمة. أقول لك الكلمة دي قول لي إيه حروفها، تقول لي والله أنا اسمي عادل A D A L. أوكي. وأقول لك ألو معلش لو سمحت اسم حضرتك بينكتب إزاي، فتقول لي أنا إيش هايسه مثلا سعاد. فأقول له مثلا دي كان ايش das buchstabieren، فتقول له اس او ا دي مثلا. حلو الكلام. هنتعلم الحروف من الاول لغايه Z. يبقى هوبس sprechen ان انا اتكلم عن الهوبس، حتى هوبي بالانجليزي. اتكلم عن هوبس، اتكلم عن الهوايات بتاعتي.
sprechen يتحدث، über هنا بمعنى عن، يتحدث عن الهوايات. ich spiele gern Fußball يعني أنا بميل أكتر إلى إن أنا ألعب فوسبال طبعا واضحة جدا إيه معناها. شبيلة يعني أنا بلعب، جان يعني أفضل، بالأفضلية. فوسبال يعني كرة القدم، طبعا واضحة جدا. شبيلة جان فوسبال يعني أنا بحب ألعب كرة قدم. عندنا كمان الجملة الثانية في الكلام المكتوب بخط بولد. einen kurzen Text über Begrüßung und Verabschiedung verstehen. قلنا verstehen يعني يفهم ايه بقى؟ einen kurzen Text يعني تكست. einen kurzen يعني kurz يعني قصير. einen kurzen يعني هنا صفة، نص قصير. über عن بيتحدث عن، النص ده بيدور عن Begrüßung التحية، und Verabschiedung الوداع. verstehen أن تفهم نصا قصيرا يدور حول التحية والوداع. Was sagen die Österreicher؟ ماذا يقول النمساويون؟ Was sagen die Österreicher؟ Was ماذا sagen يقول die Österreicher فاعل الجملة النمساويون. يلا بينا. تعالوا نبص كده ايه اللي محطوط ده من اول كده. Wichtige Wendungen im Alltag. Wichtige Wendungen مكتوبة بالأخضر. Wichtige Wendungen im Alltag يعني تعبيرات مهمة في الحياة اليومية. ده الدرس اللي احنا هندرسه دلوقتي، او الجزء اللي احنا هناخده دلوقتي من الدرس. جماعة صاحيين من النوم بيقولوا لبعض جوتن تاج، جوتن موجن أول حاجة. بعدين جماعة بيقابلوا بعض في الشارع في آخر النهار بيقولوا جوتن تاج. بعدين هالو، مقابلين بعض بيقولوا هالو. جوتن آبند مساء الخير في فترة من فترات اليوم. بعد كده واحد داخل ينام متأخر قوي بيقول لبنته بينامها بيقول لها جوتن ناخت، جوتن ناخت يعني ليلة سعيدة. وده واحد بيودع واحد بصيرة رسمية لابسين كرافتات بيقول له auf Wiedersehen. wieder لغاية الآن قبل الإس. wieder لغاية هنا يعني كمان مرة، حاجة هعيدها. زين يعني يرى، أو Wiedersehen يعني أشوفك مرة ثانية، ما معناها إلى اللقاء يعني. حلو كده؟ ترجمة حرفية أشوفك مرة ثانية، أو إلى رؤية أخرى. ده ترجمة حرفية إلى رؤية أخرى، لكن لا طبعا هي معناها إلى اللقاء، إلى اللقاء. تمام. دي وداع، طبعا واضح انها وداع ما بين اتنين بشخص رسمي. هنا جماعه اصحاب وحبايب لابسين كبات بقى كده وشاب كول بقى وبتاع بيقول لصاحبه تشيس، باي باي. ودي كلمه مش تقريبا اصلها مش الماني اصلا. بيته دانكه هي بتقدم له القلم او هو بيقدم لها القلم ايا كان. بيته بتقول له بيته اتفضل، فبيقول لها دانكه شكرا. وعندنا النادل منزل للعميل للراجل اللي نازل في المطعم بياكل، فبيقدم له الاكل وبيقول له جوتن ابيتيت. حتى موجوده في الفرنساوي ابيتيت ديت، وفي في الانجليزي في كلمه شبهها بالظبط اللي ابيتايت.
جوتن ابيتيت يعني شهيه حلوه، ده طبعا يعني الترجمه الحرفيه اللي هو جوتن ابيتيت يعني شهيه كويسه، اللي هي طبعا معناها في ماشي. اللغه يعني بالهنا والشفا. اوكي، نرجع تاني. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. احنا اخذنا الجزء الاولاني من المحاضره، انا اللي اتكلمت. تعالوا كلكم مع بعض يلا، عايز اسمع صوتكم، عايز اسمع صوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض يلا، عايز اسمع منكم جوتن مورجن. وانت بتنطق جوتن مورجن ما يبقاش عندك ضمير قوي عامه، ما تبقاش مبسوط قوي وانت بتنطق حرف الار، وانت بتنطق حرف موجن. الار. تمام، ما موجن. تبقاش عندك ضمير قوي، ما تبقاش مبسوط ويبقى ضميرك مرتاح وانت بتنطق حرف الار. قلق، حرف الار ده له حدوته في نطقه، عايزه درس لوحدها. فلو نطقتها جوتن مورجن ما هياش يعني مش غلط، بس ما بقوش كده الالمان بينطقوها دلوقتي، الالمان ما بقوش بينطقوها كده. تمام، جوتن يلا عايز اسمع منكم جوتن مورجن. جوتن موجن. وما اسمهاش جوتن، جوتن. ما اسمهاش جوتن، اسمها جوتن. اسمها ايه؟ جوتن جو، مش جوتن. يعني موجن. المد جوتن هنا ايه؟ مورجن. المد هنا ايه؟ طويل. المد هنا ايه يا شباب؟ طويل، طويل. والمد الطويل والمد القصير دي حاجه هناخدها ان شاء الله النهارده لو لحقنا، او المره اللي جايه. دي حاجه اللي بتميز اللغات. المد هنا طويل، جوتن مورجن مش جوتن، جوتن مورجن. ادي اول واحده كانت جوتن مورجن. جوتن تمام، مورجن، جوتن مورجن. جوتن مورجن. تاج. ممتاز، مورجن. ممتاز. جوتن طيب جوتن ايه بقى؟ تاج. تاج ولا تاج؟ يا تاج. دكتور، تاج طويل برضه. اتفضل، يا اتفضل، دكتور، اتفضل. انا انا يلا داخل من 5 دقائق كده ولا حاجه، وانا يعني اللغه بادئ فيها شويه، بس عندي كان امتحان بكره. انا في رابعه كليه تمريض، اخر امتحان عندي بكره. فانا لو المحاضره مسجله مثلا ممكن اسمعها، لان اول مره ادخل معاكم في الكورس. المحاضرة متسجلة، ولو مش متسجلة أسجلها علشان خاطرك. بارك الله وربنا فيك يا دكتور، يوفقك، وهلتزم ان شاء ربنا الله. يوفقك، الله يخليك. روح يا حبيب قلبي، كمل يومك إن شاء الله كده مذاكرتك، ونام كويس، واصحى بكرة الصبح بقى إيه، وبلغني بقى بخبر حلو بعد الامتحان كده. قول لي أخبار حلوة إن شاء الله. المحاضرة متسجلة يا ان حبيبي. شاء الله يا دكتور. بالتوفيق يا حبيب قلبي. بارك الله مع فيك. السلامة. السلام اتفضل، عليكم. اتفضل، مع السلامة. جوتن تاج. جوتن إيه؟ تاج. 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 طب ناخد معلومة بالمرة من جوتن تاج، ناخد معلومة بالمرة. لو دخلت على كلمة زي جوتن تاج، تمام، ده معلومة في ناس مخلصة وما تعرفهاش. اللي هنسمعه دلوقتي معلومة ناس مخلصة وما تعرفهاش. لو دخلت دلوقتي على كلمة، تمام، زي جوتن تاج ديت، ها، ولقيت الكلمة في آخر المقطع أو في آخر الكلمة تحديدا في حرف اللي هو بتسموه حرف مد. هو طبعا في الصوتيات اسمه حرف ساقط، ما علينا. في حرف اللي هو حرف المد اللي هو حرف هنعرف بعدين شويه اسمه اول حرف في الالماني اسمه اول حرف في الالماني اسمه هناخده كمان شويه. اول حرف في الالماني اسمه ايه؟ اه. اسمه جوتن تاج. لو لقيت الكلمه كده وفي اخر الكلمه حرف واحد، انطق الكلمه ديت طويله، يعني ما تقولش مده. تاج، قول تاج مدها. بس على فكره الكلام ده له شذوذ في بعض الكلمات البسيطه. اوكي، تاج في تبقى حرف اسمها الأب. جوتن. لا، في اي مد، في الثلاث يعني مدود. عندنا في جوتن برضو حرف ال A، برضو في آخر حرف بعده كمان واحد، ومديناها برضو. مظبوط. فهي الجوتن احنا مديناها في جوت، اه. وما مديناهاش في ان، يعني ما قلناش جوتين او جوتين. تمام، دي نطق تاني، لها قواعد مختلفه. حلو الكلام. لكن بنتكلم عن كلمه تاج، بتاخد على القاعده العامه ان لما الاقي الحرف المد وفي اخره
في اخر الكلمه ووراه حرف واحد بس، هيبقى المقطع ده طويل، هتبقى الماده دي طويله. اوكي. اوكي. طيب نرجع تاني. كانت اول واحده كانت جوتن مورجن، تاني واحده كانت جوتن تاج. جوتن تاج، تالت واحده كانت هالو. هالو، يلا نقولها مع بعض. هالو. 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 بعد كده جوتن ابند. جوتن ابن. جوتن ابند يعني ايه؟ يعني مساء الخير. وابند الدي في اخر الكلمه بينطقوها زي التي، ما بينطقوهاش دي قوي، بتبقى الدي كده داخله على تي كده. ها، جوتن ابند. الاخرانيه دي اسمها جوتا نخت. اسمها جوتا ايه؟ جوتا نخت. جوتا ايه؟ جوتا ايه؟ نخت. نخت. هنا صوت الخاء ابتدى يظهر معايا. صوت الخاء اللي انت بتسمعه دايما في الالماني كتير، عندهم الصوت ده بيتكرر كتير جدا. ابتديت تعرف هو اتكون ازاي. اتكون من الحرفين دول. سي اتكون اتش. من الحرفين دول اللي هم في الانجليزي سي و اتش، لكن ما هماش سي و اتش. هم عندنا احنا اسمهم سي ها. سي ها اتكون من الحرفين دول بشروط. من اهمهم على الاطلاق ان يبقى قبليه الفوكال يبقى قبله حرف يبقى الكلمه دي اسمها جوتا نخت، مش جوتا نشت، ولا مش جوتا نشت. ده اسمه جوتا ايه؟ نخت.